السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف صحة وخير وسعادة يا رب. وصفة النهاردة بقى احنا هنعمل العدس الجامد ده، يعني أكلة شتوية كده. معلش اتأخرت عليكم بس فيها شوية. كنت بجهزها وهي سهلة جدا والناس كلها بتحبها وحلوة قوي. يلا نشوف بقى مع بعض هنعمل ايه والمكونات. جبت ربع كيلو من العدس مغسول. وجبت كمان بصلتين وثلاث جزرات وثلاث طماطميات وبطاطستين، وكمان قطعت بقى عيش. وجبت التوابل بتاعتي، ملح وفلفل وبهارات وبابريكا مدخنة وثلاث مكعبات مرقة ماجي. وقطعت العيش بتاعي بالشكل دوت. التوابل كمان بتاعتنا معانا ملح وفلفل وكمون وكزبرة وحبة بابريكا كده مدخنة، وكمان مكعب 3 مكعبات مرق دجاج حلو قوي كمان. وجبت حلة بقى وبدأت احط العدس بتاعي فيها واقطع عليها بقى كل الخضار اللي انا كنت مجهزاه دوت. هنحطه كله مع بعض. لو انتي اول مرة بتشوفيني ياريت تعملي اشتراك في القناة ولايك على الفيديو بقى عشان تشجعيني باذن الله ان انا استمر وانزل فيديوهات كتير ان شاء الله. بعد بقى ما جهزنا كل الخضار هنروح بقى على البوتاجاز وهننزل بقى بالحلة بتاعتنا كده وفيها كل المكونات دي، وهننزل بقى بمية كده لحد ما تغطي تقريبا الخضار والعدس. تغطيهم بحبة كويسين عشان يبقى فيه مساحة كده لسوى الخضار. نسيت اقول لكم كمان لازم نحط توم. انا نسيت احطه بس دلوقتي حطيته اهو قبل ما يدخلوا في الغليان او كده. حطيت حوالي 4 أو 5 فصوص توم، هيفرق قوي في الطعم ويبقى جميل جدا. هنا بقى بص ده بدأ بقى يغلي وياخد ويدي كده مع بعض. احنا هنسيبهم لحد ما يستووا تماما ويبقى السوا بتاعهم يعني ايه. بصي هو بيقطع معايا كده بالمعلقه، انا برضه هسيبه حوالي 5 دقايق كمان. وفي طاسه بقى بصي هتسخني شويه زيت حلوين كده، هتبداي بقى تنزلي بالعيش اللي احنا كنا مقطعينه. هيتحمص بقى معاكي وهيبقى لونه خطير كده وذهبي وهيبقى طعمه حلو قوي مع العدس. هنا بقى انا حسيت خلاص كده ان العدس استوى والخضار كله بقى مستوي حلو، هاخده بقى واروح بيه على الخلاط. هنا بقى انا اخدته على الخلاط. طبعا يفضل ان انت تسيبيه يهدى شويه، بس انا بصراحه كنت مستعجله عليه فبدات ايه اني اخده وضربته في الخلاط على طول. هنا بقى انا رحت على النار تاني، جبت الحله بقى وحطيت فيها معلقه من السمنه كده، وهنزل بالعدس عليها. وبعد ما تقدح هنزل بالعدس. انا هنا كمان هزود على شويه العدس ميه، لان هو كان سميك شويه. فحبيت اخف قوامه لان هو بيتقل برضو لما هيقعد على النار كده شويه هيتقل. وبدات هنا بقى احط التوابل بتاعتي اللي انا كنت مجهزاها من الاول. مرقه الدجاج كمان بتدي طعم حلو قوي وتست جميل قوي في العدس. سيبته بقى ياخد غلوة. بصوا بقى خلاص كده هو استوى. بصوا بيطلع دخانة كده حاجة جميلة كده ويديكي كده شعور بالدفى جميل قوي. وبكده بقى العدس اللذيذ دوت جاهز معانا على التقديم. هنبدأ بقى نقدمه بالشكل ده ومعاه العيش بقى فوقيه، هيبقى حاجة كده روعة الروعة.